شركة ايبو ميكر بعتولنا احدث منتجاتهم HE 65 ماجي الجديد. كيبورد كده صغنون بس نينجا ومليان انبهارات. يعني خليني اقول لك مثلا اول انبهار، الكيبورد ده مش هوت سوابب والعادي، الزراير بتاعته اللي هو مش مجرد انها مش ملحومة وتقدر تفكها وتغيرها، لا مش بس كده، الكلام ده قديم. الكيبورد ده الزراير بتاعته هول افكت ماجنتيك سويتش، يعني زي الدراعات كده اللي كنا بنراجعها، شغاله جوه مجال مغناطيسي، يعني مفيش لا مؤاخذه اي احتكاك خالص. يعني القطعه مش على المدى البعيد مع كتر الضغط عليها عمرها الافتراضي هيقل، لا دي عمرها بيبقى اطول من الطبيعي بكتير. كمان البولينج ريت بتاعت الكيبورد اللي معانا ده 8000 هرتز، انت بس مدرك الرقم؟ يعني احنا بنتثبت بال 2K وبنقعد ندور على ال 4K قد كده عشان نلاقيها وبنقول بس دي هي دي الفلاج شيب، لا الكيبورد ده 8K يا معلم. البولينج ريت بتاعته ابهرك اكتر، البطاريه بتاعت ال HE 65 ماجي اللي معانا 8000 ملي امبير، حرفيا انت ماشي بباور بانك مش بطاريه خالص. حسب المواصفات البطاريه دي بتقعد معاك 25 يوم متواصل استخدام لو قفلت السكرين والاضاءه، او تقعد معاك اسبوع كامل لو قفلت السكرين. الكيبورد اللي معانا ده كمان مالتي بلاتفورم، يعني مش هيشتغل على الويندوز وشكرا على كده، لا ده بيشتغل على الاندرويد وعلى الماك والاي او اس وكل الكلام ده. يلا بينا نجرب الكيبورد ونشوف كل تفاصيله مع بعض. لو قدرت افيدك باي معلومه يا صديقي ما تنساش تعمل لايك للحلقه وتشترك في القناه، ولو عايز شرح لاي معلومه تقنيه او مراجعه لقطعه هاردوير اكتب لي تحت في التعليقات. هيا بنا في رحله شبابيه جديده. الكيبورد بيجي في علبة باللون الأسود عليها صورة ملونة واسم الموديل وشوية معلومات. الكيبورد حجمه 65%، بيجي ب66 زرار، وده أصغر من ال 10K لسه ب10% وأقل ب16 زرار تقريبا. الكيبورد ما فيهوش زرار الإفات، ودي حاجة غريبة شوية على بعض الناس، بس بنقدر نعوض الكلام ده ونستخدم الاختصارات زي الفانكشن والأرقام اللي فوق. الكي كابس شيري بروفايل والماتيريال BBT، ودي من أفضل الخامات في صناعة الزراير. الكيبورد متوفر بنوع سويتشات واحد جاتروم ماجنتيك وايت، وده بريميوم سويتش مصنف من فئة اللينير، احساسه كده شبه الريد والبلاك سويتش بس افضل طبعا كأداء، وعمره الافتراضي اطول لانه ماجنتيك هول افكت. وما تنساش ان الاكسسوارات بتتحس وما تتقلش، فلازم تجرب كل سويتش بنفسك وتشوف راحتك فين. الكيبورد متوفر بلون واحد بس، البلاك جراي بلو اللي معانا النهارده. الإضاءة RGB بنتحكم فيها عن طريق الفانكشن والسلاش أو عن طريق السوفت وير. الإضاءة بتظهر كده من حوالين الزرار زي عادة ايبو ميكر، مش بتعدي من جواه لأنه مش شفاف. ناس بتشوف ده ميزة كتصميم وناس بتشوف عيب في الرؤية لو المكتب مظلم شوية، بس خليني أقولك إن الطباعة على الأزرار واضحة جدا والإضاءة قوية، فهتشوف كويس بنسبة كبيرة حتى لو طافي النور حواليك. تصميم الكيبورد جاسكت ماونت، وعندنا سيليكون باد والومنيوم بليت وطبقات داخليه، كل ده بيقدم لنا مستوى احترافي من الثبات ودعم السويتش والكي كابس. بنلاقي في الجنب اليمين للكيبورد بكره صغيره لذيذه كده، نقدر نعمل لها كاستمايزيشن براحتنا سواء للفوليوم او اي استخدام تاني. عندنا شاشة صغيرة فوق خالص على اليمين جنب البكرة، ثابتة في جسم الكيبورد نفسه، ممكن نعرض عليها صور متحركة والوقت والتاريخ وتفاصيل البطارية، بنعمل لها برضو كاستمايز من السوفت وير. حجمها صغير جدا بس اضاءتها واضحة والصورة فيها شارب. عندنا خاصية الانتي جوستنج بأعلى تقنياتها ال NKRO، ودي بتخلي كل ضغطة تتسجل بشكل منفصل، يعني دوس اكتر من زرار مع بعض في نفس الوقت يا معلم هتاخد استجابة سريعة بدون اي مشاكل. عندنا 3 أنظمة تشغيل من خلال السلك العادي، والكابل هنا معانا موديولار تايب سي تايب اي، وشيلد متين عشان ما يتقطعش بسهولة، كمان الطول بتاعه كويس جدا، وبيشتغل وايرلس عن طريق الدونجل USB 2.4، وبيشتغل بلوتوث فيرجن 5. البولينج ريت 8000 هرتز، الليتنسي 0.125 ملي سكند، يعني ما كملش ربع حتى، فانت تقريبا هتتعامل بسلك زي وايرلس نفس معدلات الاستجابة، وده عظيم في الاي سبورت جيمز واي استخدام بيفرق مع معدلات التأخير. تقدر تعتبره من افضل واسرع الكيبوردات في الاستجابة والسرعة في وضع الوايرلس. عايز اقولك ان 70% من الكيبوردات اللي في السوق حتى الهاي اند شغالة 1000 و2000 هرتز، والليتنسي 1 ملي سكند فيما فوق، فاحنا هنا معانا عظمة. الكيبورد بيدعم الويندوز والماك والاندرويد، السمارت فونز والتابلتس شغالين معانا، ودي نقطة تفوق كبيرة. بنلاقي في ظهر الكيبورد زرارين، واحد للتحويل بين الويندوز والماك، والتاني للتغيير ما بين مودز التوصيل سواء بلوتوث او وايرلس او سلك.
البطارية 8000 ملي أمبير، في النقطة دي مش محتاجة كلام كتير خالص، انت حرفيا معاك باور بانك داخلي مش مجرد بطارية عادية. الكيبورد من تحت بنلاقي فيه 4 كاوتشات جلد كده بحيث يثبت على اي مكتب، وكمان في قعدتين بارتفاعين مختلفين بنرفعهم حسب راحتنا او بنقفلهم خالص ونخليه مسطح. وزن الكيبورد كيلو تقريبا، بيتحط في الشنطة ونقدر نتنقل بيه بسهولة، خصوصا ان حجمه صغير جدا. ايبو ميكر بتوفر سوفت وير على الموقع الرسمي، من خلاله بنعمل كاستمايزيشن للزراير والاضاءة، بنقدر نعمل اختصارات وبنحدد تفاصيل الشاشة ونختار الصور المعروضة عليها. اي كيبورد من ايبو ميكر بيجي بضمان لمدة سنة مع 30 يوم استرجاع من تاريخ الشراء في حالة وجود اي عيب. HE 65 ماج سعره $100، يعني حوالي 5200 جنيه مصري. HE 65 ماج من ايبو ميكر المعنى الحقيقي للكيبورد الاحترافي، مالتي بلاتفورم، بطارية عملاقة، هول افكت ماجنتيك سويتش، معدل استجابة سريع جدا، سكرين لعرض الصور والبيانات، ومميزات تانية كتير. فلو بتدور على كيبورد بروفيشنال قوي من غير كلام كتير يبقى ارشحهولك طبعا.